بصوا بقى، الفيديو ده انا كررته كذا مرة وكان عليه جدال كتير قوي 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 قبل كده. يعني انا لما عملت الطريقة دي قبل كده كان في جدال كتير جدا على ان الفسيخ يكون بالطريقة دي او يعني هقول لكم كل حاجة دلوقتي. بصوا بقى، الفسيخ اللي معايا ده نوعين. النوع الكبير ده بوري، اللي هو اصلا بتاع الفسيخ العادي خالص. وده الصغير تبارة. تبارة طبعا الناس بيقولوا لا مبتبقاش حلوة في الفسيخ ومش عارفة ايه، بس انا بعملها على طول. وشايفين التبارة دي؟ يعني بصوا العدد كتير في الكيلو، مش تبارة كبيرة ولا اي حاجة، يعني تبارة صغيرة خالص. احنا كنا جايبينها نشويها ورحنا شايلين كده ايه، 6 وحدات نحدقهم. ال6 وحدات دول اصلا ممكن ما يجيش كيلو، فاهمين؟ انتوا اصلا شايفين حجمها في ايدي. بس انا هقول لكم على التركايه اللي بتخليه زبده مزبده معاكي كده. بصوا شايفين انا بتك على ايه؟ انتي بتتكي على الديل، تفعصيه كده من الجنب عشان يكون طري ما تبقاش ناشفه، وبتضغطي على ظهره ضغطة بسيطة. وبرده لو اشتريتيه الصبح ما تعملوش لاخر الليل خالص خالص. هو مش بيفوت، لا هو بس ايه، بيموت كده. وبتقوم جايه رايحه محدقاه ده برضو. جزء من انه يكون كويس ويكون حلو. تمام. ده التبارة زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا انا حاطه ملح على كركم، مش باين في الضوء بتاع الكشاف بتاع التليفون، بس انا عتمتلكوا الدنيا شويه عشان كل حاجه تبان قدامكم. بصوا بقى، بمسك الديل كده زي ما انتوا شايفين. شايفين بعمل فيه ايه؟ بصوا والله العظيم الطريقة دي جربيها ومش هتندمي عليها. لا بحط فيه شطة، ولا بحط فيه زيت، ولا بحط ورق لوري، ولا الكلام ده كله. مين فسخاني بيحط الحاجات دي اصلا؟ لا. هو الفسيخ عشان بس حي شوية، فبتتك على الديل بتاعه كده لفوق كده تطريه معاكي. وبعد كده شوية الكركم ده بيخلي الفسيخ لونه تحفة وريحته تحفة. بعد ما يتحدق ما يبقاش ريحته مش حلوة خالص. بمسك الفسيخة بقى تعمليها من ديلها كده. والملح انا حاطة ملح تحت. وطبعا الملح ده اختياري عشان البور كبير. انا بحشي الراس بتاعته شوية ملح كده بس مش كتير، وكمان لو الملح يكون خشن افضل، بس انا ما كانش متوفر عندي. انا كنت عامله حسابي ان فيه، فحماتي قالت لي اللي هو اللي كان عندنا عمل عرق عليه كده وميه وكده ورميناه، يعني هي رمته. فالمهم احنا مش هنقف يعني على الملح الخشن، بس هو افضل الصراحه. جبت الملح العادي خالص وشويه الكركم والبوريه بتاعتك بقى، بتمسكيها وتحطي في قلبها بتحطي في الراس شويه ملح كده على الكركم. وبعد كده بترشي زي ما انت عايزه، بتحبيه مالح بتزودي ملح، بتحبيه مظبوط بتعملي زي ما انا ما بعمل كده، بتحبيه دلع بتقللي الملح. طب ايه الطريقة اللي كل شوية تعمليها وتثيري الجدل فيها والناس تكون مستغربة اللي انتي قلتلنا عليها اول الفيديو دي؟ اول الفيديو انا قلتلكوا عملت الفسيخ بالطريقة دي قبل كده وثارت الجدل جدا، ان انا بدفنه تحت الرمل. انا اصلا نزلت فيديو على القناة، كانت فسيخة تقريبا كانت 2 كيلو، البوراية كانت حوالي 2 كيلو. انا خليت مرات اخويا فحرت بالفاس في قلب الارض، ولفيناها في اكياس كتير كتير وحطيناها وردناها وسبناها في قلب الجنينة مدفونة، بصوا زي القتيل. والفيديو ده كان عليه جدل كتير جدا جدا، وكانوا بيضحكوا عليه قوي. بس والله العظيم انتوا اصلا لو شفتوا النتيجة هتنبهروا بجد. اما انا بقى هدفنه ازاي في المطبخ هنا، وما عندناش جنينة زي اللي عند بابا اللي انا كنت دافنة الفسيخ في الارض فيها. بصوا بقى، انا بمسك كيس اسمر كده كبير وحلو، وبما ان احنا ارض رملية مش ارض طينة، لا احنا ارض رملية ليه، احنا تبع البحر وكده كله عارف ان احنا في مصيف وكده. في الارض عندنا رملية. بروح ماسكة كيس كده ملياه رمل وحطاه فوق الفسيخة. اوريكم دلوقتي، بس الاول بمسك كده الفسيخة احطه في كيس ابيض حلو. وبعد كده ب... آه، بحطه بقى في اكياس تمر عادي. وبتحطيه في كذا كيس بقى، تحطيه في 3 4 5 براحتك. تمام. بتمسكي الفسيخ كله كده وتعمليه في كذا كيس. فانا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، حطيت مثلا كل فسيخ في 3 اكياس. ماشي. شايفين الرمل ده بقى؟ الرمل ده صافي من قدام البيت.
باحطه في الفسيخ. إن أنا كنت باوريكم إن انتوا ممكن تفتحوا الكيس كده وتحطوا الفسيخ في قلبه وتحطوا عليه رمل وهيبقى زي المدفون في الرمل بالظبط. لكن أنا قسمت الرمل ده في كيسين، لأن أنا هملح ده لوحده وده لوحده. الصغير له أيام محددة، أيام قليلة عن الكبير، وتمليحه بيبقى مختلف عن البور الكبير. والصراحة ان البور الكبير انا عملته واديته لحماية، كان مسافر اديتهوله معاه، كان مسافر يعني بلد جنبنا، مش مسافر برا مصر يعني، ولو برا مصر بتلفيه عادي، وكنا بنوديه لبابا عادي خالص يعني. هنا بقى عملت كيس الرمل الصغير ده للفسيخ الصغير اللي هو الطبارة ده، وهوريهولكوا دلوقتي في قلب الفيديو. بصوا والله العظيم طعمه تحفة تحفة تحفة، يا لهوي على جماله وحلاوته. بصوا بتحطي الرمل كده فوقه، وبتحطيه بقى في اي حتة، لا بيطلع ريحة ولا بيطلع اي حاجة. والتاني عملته بنفس النظام، بس طبعا هم اخدوه معاهم. ماشي. انا وحماتي بقى عملنا اللي هو الطبارة الصغيرة دي، هوريلكوا شكلها دلوقتي عامل ازاي. وحياة ربنا تحفة زبدة، ولا كان سمين، ما كانش سمين يعني، احنا اصلا كنا طابخين منه ما كانش سمين، و... وكان عشان صغير يعني. بس هو ما شاء الله في الفسيخ يعني، احنا قلنا يا ريتنا اللي طبخناه ده عملناه فسيخ اصلا. هوريلكوا كل حاجة. طبعا انا حطاه في كذا كيس، وبطلعه من الاكياس بقى واحدة واحدة كده بالمقص، عشان خاطر الرمل اللي فوق اخاف ان الرمل يجي فوق. فشلت الكيس الاولاني اللي كان فوق الرمل رميته، وبعدين ده التاني والتالت اهوت. بصوا الفسيخ لونه اصلا من قبل ما افتح الكيس الفسيخ لونه تحفة يعني. الكركم عطوله اللون الاصفر الحلو ده. هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. انا هطلعه في الطبق قدامكم واوريهولكم. انا كنت متخيلاه يبقى ناشف كمان، الفسيخ في الساعة بيكون ناشف ومجلد كده شوية عن الصيف، لان الدنيا بقى بدأت تسقع وكده. فالفسيخ زبدة خالص وطري خالص، مش مجلد خالص خالص. وفاجئني الصراحة يعني، انا ما كنتش متوقعه انه يكون حلو كده، انا كنت قلقانة منه. احنا بنحدق الطبار على طول ايوه، بس مش الصغير كده يعني، ده حجمه صغير، يمكن باين كبير في الكاميرا. طبعا الطبق ده كنت حاطاه تحت الطبق التاني لانه لقيته مكسور. شايفين الفسيخة عاملة ازاي؟ بتكلكوا عليها عشان تشوفوا طراوتها معايا وجمالها وزبدتها. الفسيخ ما اكلناهوش من زمان، وعشان تغيير بقى طعام وكده، فما شاء الله. الملوح مظبوط بالملي. عايزه اقول لكم حماتي لو حدقته بيكون مالح، هي بتحبه مالح، وانا مزوده ملح كمان للسمك الكبير لانه اكبر من ده. فانا عاملاه دلع كده وجميل. وبصوا طبعا عامله قليل، لان مش يعني لا جوزي ولا عيالي بياكلوه، انا وحماتي بس، فعملت على قدنا. حتى ابني الصغير بقول ده هياكل منه، مرضيش ياكل منه ولا يحطه في بقه، معرفش قرفان من الريحة، غريب عليه. هو مش ملوش نفس ياكل دلوقتي يعني، هو سنتين مش عارف حاجة. بس اصلا بنتي الكبيرة كانت سنتين كده وقرفت منه، مرضتش تاكل منه. ولحد دلوقتي يعني احنا اصلا قعدنا اكلنا اتغدينا، وهي فضلت قاعدة في الشقة لوحدها، ما جاتش عند حماتي خالص. شايفين السمكة عاملة ازاي من جوه بالله عليكم؟ الطبارة الصغيرة اللي اصلا ما توزنش حاجة في الميزان، بتشيلي بينها كده يعني، ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الكشاف بتاع التليفون كمان عامل الاضاءه، فانا هوريلكوا دلوقتي كل حاجه. طبعا بقى انا عشان يعني بوريلكوا، انما لما بنيجي ناكل بقى بفتح كله بالمنديل، بمسح بطنه كويس وبظبطه. بشيل طبعا ما بشيلش القشر بتاعه. طب ليه ما بشيلش القشر بتاعه؟ لان انت لو شلت القشور بتاعته ما بيتسلكش بسهولة من الجلد يعني. القشر بيسهل عليكي ان انتي تفصصي منه كده فصوص، فاهمين؟ انما لو شلتي القشور بتاعته بيكون الفسيخ لازق في الجلد ومتعرفيش تطلعيه كويس. ودي معلومة يعني، استفادوا منها وخلاص. وبلاش بقى تجيبوا اللي هو بتاع الفسخاني اللي هو مش مضمون، اللي هو بيسيبوه لما ينتفخ. اعملوه في البيت وهتطلعوا منه كده يعني فصوص
زبدة كده. يعني الجماعة بتوع قع ويع وكده بلاش تتفرجوا على الفيديو. الجماعة اللي بيحبوا الفسيخ هما بس اللي هيستمتعوا بالفيديو ده. يعني انا عايزة اقول لكم انا اصلا اكلت الفسيخة وانا واقفة، فمش عايزة اقول لكم بقى تحفة. حماتي جاية بتقول لي ها ايه الاخبار وانا بصور، قلت لها يا ماما مش حلو، مش حلو خالص، انا كده عملته وما كنتش لسه جهزت الاكل يعني. فهي اتفاجئت بقى من طعم. جربوه، ما تنسوش تقولوا لي رايكم. مع